لهم كريستيانو ميسي. انت ضامن غيولي كريستيانو ميسي؟ يقدر يبقى يتخبط في التروازيام ديفيزيون، صح ولا لا؟ في القسم الثالث وهوات، صح ولا لا؟ صحيح. كونوا منطقيين. لكن احنا عندنا نعرف ان الرقية ملكة من الله، ونور من الله، وهبة من الله، وعلم من الله. قد يكون عند انسان لا نعرفه مدفوع على الابواب، ليس مشهورا على انترنت وعلى فيسبوك، يقدر يقول اتق الله فيشفى، صح ولا لا؟ قد يكون. لكن هنا في هذا العصر أصبحت عندنا وسائل تواصل اجتماعي لابد أن نسخرها في العلم، نسخرها في إنجاح الرقية، باش نبين للناس أساليب شنو هي الرقية الشرعية. فأنت كمعالج الآن سؤال، نقول مثلا أنت مثقف متابع، هل ترى أن الرقاة، معظم الرقاة حتى نكونوا منصفين، يقدمون أساليب بها يحسنون صورة الرقية في العالم؟ بصراحة، لا من ناحية المخبر ولا المظهر ولا الجوهر. أبدا. هنالك شيء خطير سأقوله أيضا في هذا الفيديو، ربما لم تطلع عليه، لكن من باب العلم ومن باب ذلك مشاركة الآراء سأقولها أو سأتناول في هذا الفيديو. أغلب الرقاة كما سبق وأشرت في بداية الفيديو، وأقولها يعني عن وعي، أقولها كذلك عن متابعة سنين، أتابع جميع الفيديوهات. أغلب الرقاة فاشلين في تحديد علة المصاب. قد يكون هنالك نوع من الحظ، وذلك بمثلا قد نقول متابعة مقاطعك أو متابعة، لا أخفيك سرا أنهم يتابعون مقاطعك، وهذا واضح من طريقة صياغتهم لأسلوبك. يمكنك سؤال أي اختصاص نفسي سيقول أن هنالك ما يسمى كوبي باست لناعم ربيع. فكيف يمكن شخص ليس له أسلوب وليس له منهاج، زيادة أن نيته كما قلت هو السيارة والمرأة الجميلة، الأهداف الدنيوية، أن يصل إلى أعلى مرتبة مثلا كما قلت في إيصال الرسالة أولا، في البلوغ إلى مرتبة كبيرة في مجال الرقية الشرعية. وهذه هي إجابتي. إذا كنت تقول أن معظم الرقاة، أنا أقول لك أن أغلبهم هدفهم مادي، بل إن ساحة الرقية الشرعية أصبحت مفرا للبطالين، أصبحت مفرا لكل. وإذا قلت لك جملة ربما ستضحك، هل تعلم أن هنالك مهندسين الآن اعتزلوا مهنة الهندسة وأصبحوا رقاة؟ بالله عليك ماذا تنتظر؟ ليس حبا في الرقية الشرعية، والله سأفرح إذا وجدت أن هنالك شخص مهندس وراقي، طبيب نفسي وراقي، طبيب نفسي وراقي، لكن الهدف مادي، الهدف هو المال. وهذا يتجلى كما قلت في علم النفس في طريقة الكلام، في التشهير السيء سواء لك أو لغيرك. في مثلا في أحد المقاطع، لا داعي لذكر الاسم وشاهدته قبل قليل، الشخص يقول أرحب بكم في الرقية مجانا، وأهلا بكم وأنتم إخوتي. هذا واضح على أنه تشهير، هذا واضح على أنه يبحث على خلق ما يسمى بالبلاتفورم، البحث عن ما يسمى بإيصال الفكرة على أن هنالك شخص طيب لكن في طياتها تحمل قوة العرض من الناحية الاقتصادية. هذا أيضا يمكن أن يتفق معي الإخوة الذين يتقنون ما يسمى بالإنترنت ماركتينغ. فأنا لا أظن أخي نعيم، ربما هنالك شيء أخطر من هذا، أن حتى بعض الرقاة اليوم أصبحوا يتجهون إلى ما يسمى بالعلاج بالطاقة. وحتى كلمة المعالج بالإنجليزية معالج يعني هيلر. هيلر كلمة أتت من spirituality، مربوطة بالسحر أصلا. أصبحنا نشاهد ليس فقط نوع من، أعتذر عن الكلمة، توسيخ الرقية الشرعية، وإنما حتى دخول مسائل غير شرعية، مسائل خطيرة جدا. هنالك مبدأ يسمى في علم الطاقة بالإيمان بالنيو ايج أو الثيوصوفية، يتبعونه من دون علم. فأنت كما قلت في الفيديو يجب أن يكون هنالك علم، يجب أن يكون هنالك شخص متمرس. الثقافة أيضا تلعب دور. أصبحوا يتبعون الثيوصوفية اللي هي أصلا لب عبادة الشيطان، يربطونها بالعلاج بما يسمى بالعلاج بالطاقة، وحتى ما يسمى بالمعالج الروحاني. فكيف ستصل هذه العراقيل كلها للرقية الشرعية؟ فأنا لا أظن، إجابة على سؤالك، أنا لا أظن أن هنالك رقاة متمكنين. لا يوجد هنالك صراحة من سيدعم الرقية ويحبها قدر ما يحبون المال. كما قلت أغلبهم إذا بحثنا في تاريخهم الله أعلم ستجد أن مفرهم إلى الرقية هو مفر مادي والهروب من البطالة، فليس حبا في الرقية. هذه وجهة نظر أتابعها، يمكن أن يقولها أي مثقف. طيب هذا جواب، شق من الجواب. حتى تتمم إن شاء الله جواب السؤال. أنت كمتابع
أنت الآن تمثل لنخبة شريحة عريضة من الشباب من الناس أصحاب الكفاءات والشهادات وكذا. يعني عندما تتابع مجموعة من الرقاة في الساحة الآن ممكن ترى أنهم يعطونك صورة إيجابية على أن القرآن رسالة عالمية وأن الرقية رسالة عالمية في الإعجاز. أبدا. لماذا؟ أبدا. أولا كما سبق وأشرت، أنت تكلمت يعني أعطيت زبدة الكلام. مقاطعهم أولا لا تبين أن هنالك حالات يعني كانت، سنبسط الأمر للمتابعين. ما الدليل على أن ذلك الشخص فعلا شخص يمثل؟ وأضيف أن هنالك بالمناسبة أن هنالك مجموعات ملاحدة تسخر من الرقاة وتسخر من الرقية الشرعية عبر إرسال أشخاص تمثل دور الضحية، ويقول عزيزي الراقي ماذا يوجد به؟ هل أنا مصاب؟ يقول له لديك مس عاشق، ويضحكون، والمكالمات مسجلة والفيديوهات مسجلة في أن كلها زائفة. لا يوجد هنالك دلائل أن هنالك فعلا ما يشجع الناس على الذهاب والإيمان بالرقية الشرعية. عكس مقاطعك مثلا يكون فيهم ساعة، كذلك هنالك اعترافات من سواء من المريض نفسه، هنالك تقارير طبية. أنت أشرت لي قبل على ما أعتقد سنة أن هنالك تقارير طبية تثبت أن كان هنالك سرطان لدى أخت وعولجت بعد يعني الرقية الشرعية. سيقول قائل ربما هذا مجرد افتراء. أبدا، التقرير الطبي أولا لا يكذب، ويعاقب الطبيب إذا أعطى تقريرا طبيا خاطئا. ثانيا، السرطان لا يمكن أن يعالج ويختفي من دون سبب أبدا. يجب أن يكون هنالك علاج ما يسمى كيميكال ثيرابي أو حقن مهدئة، ربما قد تساعده في الاختفاء ولا تكون في فترة وجيزة، قد تأخذ سنين جدا. وغالبا إذا شخص الطبيب أن هنالك سرطان فغالبا ينتهي بالموت إذا كان هنالك شيء رباني من الله عز وجل. لكن هذا إجابة على السؤال الذي طرحته. مقاطعهم كلها في الإنترنت مقاطع أولا زائفة كاذبة. ربما أخي نعيم هذا ليس اختصاصك في علم النفس، فنحن نستطيع أن نعلم المقاطع الكاذبة من المقاطع الصحيحة. ثانيا، افتراءات في العناوين من أجل جذب المشاهدات، فليس هناك مصداقية. هنالك نخبة مثقفة أو حتى الأشخاص التي سوف تؤمن بالرقية إذا شاهدت تلك الأمور الطفولية أو تلك الأمور الجنونية والترهات، أبدا سيقول هذا هو، سيحكم على الرقية الشرعية من باب أن ذلك الراقي يمثلها. عكس مثلا إذا كما قلت أو أشرت في بداية الفيديو، إذا شاهدنا 3 مقاطع أو 4 مقاطع لأشخاص كانت مصابة بأمراض خطيرة أو أمراض كما قلت نادرة، يعني شيء واضح جدا سيكون هنالك حكم على أن فعلا هنالك علم قائم. فالمشكل بالنسبة لي في الرقاة وخصوصا الرقاة المغاربة مع الأسف. طيب، إذن الصورة سوداء، أكثر من سوداء. الصورة تدعو إلى السخرية، بل أحيانا قد أقول أن الصورة أصبحت الآن تذهب من الإيمان إلى الكفر. كيف يعني؟ بعض الناس كانت تقول بأن أشخاص مصابة بالمس أو يؤمنون بالمس، لكن بتلك الصورة السيئة، صورة مثلا التي تتناول في الأخبار من اغتصابات، من ربما أنت تعلم هذه المعلومات. كيف مثلا أنا كرب أسرة لدي زوجة أو لدي ابنة أتركها في أحضان راقي وأنا أعلم أن هنالك سلسلة من الاغتصابات. الصورة السوداء، هذا أقل ما يمكن أن أقوله، والله أعلم ماذا يوجد في الساحة. طيب، ماذا تعرف مثلا من أمور سلبية تقع في الساحة مثلا؟ أنت كنت متبع. أولا هنالك الاغتصابات رقم 1، هنالك تحرشات، هنالك رغبة في المال أكثر. هل مبنية على الظن أم مبنية على شهادة الناس أم لا يوجد هنالك ظن، لا يوجد هنالك ظن. عندما ترى بأن هنالك أشخاص يعني تقول بأن الراقي فلان قام بالتحرش بفلانة، وهنالك كذلك تقارير بعضهم ذهب إلى ممارسة الرذيلة معهم في المراكز، هنالك تقارير طبية وهذا لن يخفى عنك أنت كراقي. لكن هناك كما قلت أسوأ من ذلك، هنالك النصب والاحتيال. وأنا بالنسبة لي كمتابع لعلم النفس ومتابع للرقية الشرعية، أسوأ ما يمكن أن أرى في حياتي هو عندما يأتي راقي يبرمج مريض بين يديك في أحضانك، تبرمجه على أن به مسا وأن به شيئا من الأمراض الروحية في حين أن ليس به مس، وأنت تعلم. ماذا إذا لم تكن تعلم فيمكن أن أقول بأن الراقي غير متمارس، لكن أنت تعلم أن ذلك الشخص مصاب بمرض نفسي بسيط يمكن أن يعالج ربما بحقنة ما تسمى بالبنزوديازيبين. أنت توهمه وتبرمج عقله وتبرمج جهازه العصبي كله على أن هنالك جنية عاشقة وأن هنالك مس،
فيذهب في مغارة، يذهب في حفرة سوداء، وتصبح ربما قد تنتهي به الانتحار، لأن تعلم بأن الأمراض النفسية إذا لم يكن هنالك يعني علاج صافي ينتهي به الانتحار. هذا أكثر من جرائم. وصورة معاكسة تماما. قد يكون معالج يعني استنزف دم المريض أو جيبه وحاول جاهدا الوصول إلى حقيقة العلة فما استطاع، أو حاول جاهدا أن يوقف هذا العارض الذي يسخف ويسخر أو يعتدي على هذا البدن فما استطاع، فيرمي به في أحضان الأطباء النفسيين مع أنه يعلم أن العلة لها علاقة بالجن والشياطين، حفاظا على سمعته، حسن تخلص وحفاظا على اسمه، ويقول له ها قد أنجيتك، ويقسم له وإن ذهبت عند 1000 معالج لن تتعالج، مفهوم؟ فأوصيك بالطب النفسي مباشرة حتى يتستر على عيبه وعن فشله، فيجعل هذا المريض في دائرة أخرى في المهدئات والمسكنات، والعدو لا زال يكبر كالنمرود داخله. هذا كذلك شق من الأخطاء. نعم، من الأخطاء. إذن هنا الجهة التي قلت موجودة والتي قلت أنا موجودة، والوسط يكون عند أهل الحل والعقد، عند العلماء والعقلاء في هذا الباب. حينما أقول العلماء والعقلاء أقصد بهم في هذا الباب، فلكل باب علماؤه ورجاله، مفهوم؟ حتى يتبين الأمر بإذن الله. فقد تأتي بعالم، بل تأتي بأعلم أهل الأرض، وأنا أعي ما أقول. وقد يحرر لك مسائل الرقية كما جاءت في كتب السنة كاملة بتفاسير الآية، كل آية جاءت واردة في كتاب الله عز وجل لها علاقة باقتران مس أو جن أو شيطان أو عين أو حسد أو ما شابه. ولكن حينما تقول له عالج لي حالة، هذا له رجاله، صح أم لا؟ له علماؤه على أرض الواقع، فكل يحتاج إلى الآخر. فلهذا أنا أنادي دائما إلى الجلوس مع العلماء في هذا الباب، علماء الشريعة وعلماء الرقية الشرعية، وحبذا مع علماء الطب، فكذلك في الطب علماء وفي الطب النفسي علماء، صح أم لا؟ صحيح. فلكل فن علماؤه، فيجلسون بإذن الله كل بتواضع من أجل نصرة قضية تخدم البشرية بداية، ثم تخدم الإسلام ثانيا والقرآن. ولكن ما نرى في الساحة الآن من واقع الرقاة لا يبشر بهذا. حينما تكون الأهداف صغيرة تقتصر على مركز وعلى حالات وبيع زيوت وتكرار الحالات والعداد بتحسب والمال، أظنه هدف ضعيف جدا، وهذا يجب أن يتغير. قد القواعد لابد أن تتحول وأن تبدل وأن تغير. ونصيحة لكل معالج إذا أراد النجاح أن لا يجعل هذه الهمة التي عنده وهذه التي عنده، لأنها دنيئة وضعيفة جدا. الواقع الآن كما سمعت منك واقع يعني قوي جدا، عندك نظرة سوداء، لكن كن على يقين أن الله تعالى سيسخر رجالا يدبون عن هذا الباب، سواء هذا العام أو الذي بعده أو الذي بعده. والله لو نصبر أن يكون جيل بإذن الله في الطريق له قوة وطاقة ويعطي صورة بإذن الله عز وجل كان خير للرقية. تمنينا أن هذا الجيل الصاعد الآن الذي يعني عنده حماس ومندفع للرقية نقول له تريث، اصبر، لا تفتح الآن مراكز، ولكن ندفعك إلى اللغات، صح أم لا؟ صحيح. وندفعك إلى فنون أخرى، وبعدها نقول تعالى إلى الرقية الشرعية، كن على يقين ستكون أنفع للأمة. لكن للأسف بغيت غير شي واحد يجي قبل ما يحل يقول لي أحتاج إلى دورة قبل أن أفتح مركز. لا أحد. قد يسألوك كيفاش ندير واش نحل في مسائل الأمنية ومسألة السلطة ومسألة، نعم يسألوك في هذا، لكن لا يسألوك أنا في بداية السير وبقي ما عندي حتى عام في الرقية كيف لي أن أصبح مطلع على الرقية. يتفرغ إلى مقاطعك، نعم يتعلم منها، ولكن يجتهد من نفسه دون أن يرجع إلى من تعلم على يديه وعلى مقاطعه. وهذا من المصائب التي الآن عمت في الساحة.
وبعد 10 شهرين يدعم قناته بالمال على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، وتصبح له عدد من المشاركات والمشاهدات، ويصفي ويدخل العجب والغرور على أنه أصبح عالم وفارس ولا أحد يعني يستطيع أن يقف في وجهه. وهنا تبدأ المشاكل تبدأ من هذه الجهة. طيب عندي سؤال، أنت كراقي في مسيرتك كلها، نعم، هل سبق وأن جاءتك حالة أرسلها لك زميلك الراقي إكس وقال لك، أو الحالة بطبيعة الحال، أنا أرسلني إليك الراقي فلان في مجال الطب، عندما يستعصي، وهذا موجود حتى في المغرب، عندما يستعصي وتستعصي حالة ويجد الطبيب نفسه أمام علوم أكبر منه أو أشياء لا يفهمها، فيكتب رسالة يوصف أو يصف فيها نوع المرض الذي يضع ما يسمى بالفرنسية أونتر بارونتيز أو بين قوسين نوع المرض الذي اكتشفه، لأنه يحتمل الصح واحتمال الصواب احتراما لزميله الأكبر منه علما. أحيانا قد يكون بروفيسور، حتى بين البروفيسورات بروفيسور وبروفيسور قد يتفاوتون في العلم. يكتب رسالة مفادها أن هنالك مرضا من نوع كذا وكذا بين قوسين حسب ما استطاع، ثم يعطيها إلى المريض ويقول له اذهب إلى الدكتور فلان سيساعدك، أو حتى إذا لم تذهب إلى الدكتور فلان على الأقل اذهب إلى اختصاصي. هل سبق وشاهدت راقي مثلا جاءك أو أرسل لك حالة مع رسالة أنها مثلا قمت برقية ووجدت نوع من الجن الطيار مثلا واستعصت علي الحالة مثلا كجن قوي، هل شاهدت هذه الحالة في حياتك؟ والله شوف، صراحة هي قليلة ونادرة جدا. حينما تلتقي بالإخوة الرقاة قد يسألونك عن بعض، لا يسألونك عن طرق علاجية يعني مرتبة للوصول إلى الغاية، وإنما يريدون وصفة سحرية. يسألونك عندي مثلا جن شيطان كذا كذا، كيف لي أن أقضي عليه؟ يريد منك ماذا؟ أن تعطيه مثلا شفرة، تعطيه سر، مثلا هذا البخور سيشمه سوف يموت، سوف، فهمت ولا لا؟ نعم. هذه الجرعة يشربها سوف يموت. وهذا من الأخطاء أنا في مثال فقط. لكن أن تقول له تعال تريد أن تفهم، فلا بد أن تتعلم، والتعليم يحتاج إلى أصول، يحتاج إلى خطوات. حتى وإن قلت لي أجبني في ساعة قد أقرب لك المسألة، وحتى وإن قلت لي في دورة في 3 أيام أقول لك أقرب لك المسألة. لكن للوصول إلى حقيقتها تحتاج من إلى ملازمة، لأن نحن الذي علمتنا الملازمة للحالات والتكرار، مفهوم هذا. لكن هل فعلا يسألك الإخوة على الخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ بعض يسألك ساعدني في عندي حالة معقدة كيت وكيت. مثلا كنت في أكادير، جاءت إحدى الأخوات الفاضلات تسألني، تقول لي عندي حالة دائما إذا بدأت في الرقية أنا تنام ويتكرر معي الأمر، فبينت لها بالتفصيل هذه الحالة تعاني من كيت وكيت وكيت وكيت، فوجدتها راقية بفضل الله تريد أن تكون متمكنة في هذا الباب. ما بخلت عنها في الإجابة، وبينت لها أمور يعني أساليب كثيرة حتى تجعل هذا العدو لا ينام بل يصعد ويتكلم بإذن الله عز وجل. هذا من امرأة منقبة في أكادير. نعم وجدت هذا. أجد كذا قليل عند بعض الإخوة الرقاة يسألونك عن بعض الحالات المعقدة، ولكنهم قلة قليلة جدا، قلة قليلة جدا مقارنة مع ما نرى الآن على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. ترى الآن حالات يعني الله المستعان. أنا والله العظيم لا أقدح في فرد، أشهد الله، ولا نسقط إنسان، ولكن ما نرى صراحة أمر عظيم، أمر عظيم، أمر لا يصور. ولا أقصد بكلامي تفويت، لأن في السؤال أعلم ما هي الإجابة، وسأقول لك الإجابة لماذا. نعم. باختصار، هو قد يسألك، يأخذ منك المعلومة ويستعملها لأغراضه المادية، وأضع سطرين على كلمة مادية. لكن تفويت الحالة، الطبيب عندما يرسل يعني المريض إلى طبيب آخر فهو يعلم أنه سيتقاضى أجرا أو يرسل زبون بين قوسين إلى الطبيب الآخر، لكن في ساحة الرقية لا أظن ذلك، لأنه يعلم بأنه سيرسل لك زبون وهذا سيحرمه من قدر من المال.
وأقول لك شيء. نعم. أنا أقع في خلاف هذا. تأتي عندي حالات فأرى أن هذه الحالة مثلا تسكن في فاس، هذه مثلا تسكن في مدينة كذا مثلا. ولماذا سميت فاس؟ لأن وقع مع أحد الإخوة الله أحبه في الله، صلى الله عليه وسلم وإياه يسوي السبيل. لكن هذه الحالة ليست تقصر فاس، على مدن كثيرة. مثلا أقول له اذهبي عند المعالج فلان، ولهذا إذا ربما هذه لم يقم بها أي معالج. مثلا في اللقاء الأخير في أكادير أنا عملت فيديو في أكثر من ساعة ونصف تقريبا، كل مجموعة من الرقاة أقول لهم من أنتم من أي مدينة؟ قلت مثلا من طنجة، سمي اسمك وقل رقم هاتفك. أقول لهم يا ناس من أرض يأتيني ويسكن في طنجة فليتقدم عند هؤلاء فهم أحق مني، هم أقرب. أين أنتم في مكناس؟ قل اسمك وقل رقم هاتفك. أين أنتم في الراشدية؟ أين أنتم في أكادير؟ أين أنتم في وجدة؟ أين أنتم في فاس؟ حتى كل من كانوا في ذاك اللقاء بإذن الله، كل من التقيت بهم كانوا في ذاك اللقاء إلا وقلت على المباشر أسماءهم وأرقام الهاتف، ولا زال إلى الآن على الفيسبوك. لأني ليس دعاية إشهار نفسي، وإنما لإخواني حتى يعرفهم الناس، ليكون لهم ثمرة بإذن الله في هذا المجال. الإشكال ماذا؟ الإشكال هو حينما ترسل مثلا حالة وتقول اذهبي عند الراقي فلان، وقول له أن مقطعي موجود عند الشيخ نعيم ربيع، وبين له مقطعك وماذا حصل، ويتحقق أنها قد صرعت صرعا تاما، أو أنها بدأت تتجلى عليها الأعراض بعدما كانت مبهمة خفية، فإذا به يقرأ عليها فيقول ليس عندك شيء، هذه توهمات. عجيب، كيف يعني؟ فتصاب المرأة بصدمة بعدما كان عندها بص من الأمل في العلاج للمعاناة القوية التي تعانيها هي والتوأم، عندهم توحد، وتبين أنه ليس توحد وإن من الجن. والدليل الجماعية الأخيرة صوتها وهي تتكلم معي وقد صرع الجن وصعد، قلت خلاص صعدت، صبر فصبر، حاول يصبر ما استطاع، وكانت تألم بسحر البطون والأرحام، أي الأبناء أوذوا في بطنها ورحمها. كيف لك أن تشرح له هذا؟ لأنه كان دائما يعالج الأمور سطحيا، مفهوم؟ سطحيا. لهذا نقول للإخوة الرقاة حتى كنتم متمكنين، لأن الناس الآن الأذية في القعر في العمق، فلا بد أن تكون تجيد السباحة في الأعماق، مفهوم؟ نعرف إذا السباحة فوق ليس هي في الأرض، فلا بد حتى تستطيع أن تستخرج هذه الآلئ والمرجان، أو تستخرج هذه الأسحار من الأبدان، أو هذه الشياطين والجن من الأبدان. هذا مثال، أنا أرسلت نجحت معها بفضل الله، فإذا بي الآخر لا يؤذيني أنا، إنما آذاه في نفسيا. حاولت الرجوع والحمد لله هي الآن في طريق العلاج. إذا حتى النخبة والفريق لابد أن يكون متكامل على نفس الفكر، على نفس المنهج، على نفس القوة، حتى يصلوا إلى النجاح. هذا هو الذي نحتاجه في واقع المغرب. المغرب نعم ساحة الرقي مفتوحة، الرقاة كثر بفضل الله عز وجل، لكن لو اتحدوا فيما بينهم لجعلوا جمعيات ومؤتمرات ولقاءات وإنجازات، صح أم لا؟ ولجلوها برونق وبذوق عالي جدا يراها العالم، يراها العالم. ولهذا أنا أقول سر مهم جدا، هذه قنواتهم وهذه حساباتهم. أعطيني الزبدة، أعطيني الزبدة. نتكلم بإنصاف، نتكلم عن المسائل العقدية التي ننادي بها، والدعوية والمنهجية والسلوكية والأخلاقية، والإنجاز في العلاج مع الشفاء بإذن الله عز وجل. هذه نقاط للعقلاء، فلنغربل ونمحص القنوات والحسابات والصفحات، ونخرج بهذه الذي يتفق عليه الكل. أين النصيب من التصحيح العقدي؟ أين هو النصيب من أن الناس تصبح تحب هذا الإنسان الداعي إلى الله قبل أن يكون راقي؟ صح ولا لا؟ فإذا أحبتك أخذت منك. أين هو النصيب بفضل الله سبحانه وتعالى في علاج الناس علاج شرعي صحيح، والحالات التي شفيت في هداية الإنس والجان؟ الآن هذا هو الميزان. لو وضع هذا الميزان الشرعي من مجالس علمية ومن فقهاء وعلماء ووعاظ خلاص سيتضح الأمر. الإشكال هو أن أصبح الأمر سبهلا مفتوح لكل إنسان، ولا تستطيع أن تجعل له قيود، لكن لا تستطيع من باب
الخير، من باب الإحسان، من باب أنك تقول أن لعل فيه خير. لكن إذا تحولت الأمور إلى ما يحمد عقباه فهناك إلزام. إن الله ينزع بالسلطان ما ينزع بالقرآن، لأن لا يمكن أبدا. أنا كنقولها ونعاودها، إذا كانت الساحة غتفسد غير نسدو جميع، لأننا لا نرضى أن يساء إلى كتاب الله وسنة رسول الله، ويساء إلى المنهج، ويساء إلى المرضى. لأن إذا بقينا كنشوفوا هذا الطريق الآن، المرضى هما اللي كيخسروا بكثر. وكاين بعض المرضى كيقول لك أنا ما عنديش مشكل، الله يجيب الشفاء، ولكن الآخر يستغلها. كيف ما قلتي نوع من الدعاية التسويقية، غير جيو غير جيو. أن نقول أنا عندي ناس كيتسناونا نديهم، ولكن أنا نديهم وأنا مستعد، والله يشهد. أنا نعطي أرقام ديال الرقعة، يكون غير معايا صادق ونعطي عهد على هذا، نقول له يلا بسم الله خلصهم من الداء والعلة، خذ ما طاب لك، ما بغيت منك والو، أنا أكون دال على الخير. لكن أين تجد هذه الضالة؟ الشفاء بيد الله. لكن نتكلم عن الأسباب. أنا عندي عين أرى بها، أنت كتشوف بعين طبيب نفسي، عين مثقف، عين متابع. أنا أرى بعين المعالج. تقول لي المعالج نعطيه المعدل، صح أم لا؟ صحيح. يكذب على كل واحد أدرى بمجاله وميدانه. نتكلم مع المعالج، نقدر نتلاقى معاه، نتسلم معاه، نتصور معاه، لكن لما نقدر نناقش بعض المسائل، لكن في قلبي وفي عقلك هناك معدل، صح أم لا؟ ولادك راهم كلهم ولادك، ولكن كل واحد عنده معدل، صح أم لا؟ كل واحد عنده معدل في الأخلاق، عنده معدل في النجاح، عندك في قلبك وفي عقلك، وإن كانوا في المحبة كلهم سواء، صح أم لا؟ صحيح. فهذا هو الحق. الرقاة لا نشك في معظم الرقاة، لا نشك في مصداقيتهم، في أنهم باغيين ينفعوا الناس، ولكن المعدل ديال الرقية على كلهم خذوا المعدل. راه أكثرية واش جابوا المعدل لما جابوه، وهذا الكلام قاصح شوية. ولكن ما كنتكلمش من فراغ، كنتكلم عن النتائج، وماشي كنزكيو نفوسنا أننا حنا وصلنا وحنا دايرين وكذا، وإنما كنتكلم عن النتائج. لأن خاصنا نديروا الغيرة، خاصنا نحركوا بعضياتنا بهذا الكلام، باش يكون الأول مستفيد ماشي جايب الراقي، وإنما يكون أول مستفيد شكون؟ هو المريض، صح أم لا؟ صحيح. فقد يكون الطبيب طبيبا، اسمعوا هذه نقطة مهمة خطيرة جدا. قد يكون الطبيب طبيبا درس أكثر من 16 سنة، أكثر، ربما 20 سنة، أصبح بروفيسور خطير، صح ولا لا؟ وربما يعطي فقط سويعات في هذه الجامعة وسويعات في هذا المصحة، صح أم لا؟ ولكن قد يترأس عليه من لا يجيد الطب، فقط عنده المال. فهمتينيش؟ صحيح. صاحب الكلينيك هو من الفلوس، وليس لا علاقة له بالطب، ويستطيع طرد الطبيب أحيانا. واسمعني مزيان. ولكن هذه ماشي صفة ضعف عند الطبيب. الطبيب عنده معدل ديال المال محدود، ولكنه أنساه البحث عن المال والشكارة، حبه للنجاح، حبه للعلم، حبه للتفوق. فلو صبر يصبر سينادى عليه على الأشهاد أنه لابد يكون بروفيسور فلان، وأصبح اسما في تخصصه، صح أم لا؟ صحيح. لكن للأسف راه يدخل باغي يولي منشكارة وباغي يولي هو المعالج، ما يتجمعوش. حب المال وحب العلم ما غيتجمعوش. فهمتي ولا فهمتيهاش؟ فهمت. حب المال وحب العلم ما غيتجمعوش. دعني أقول لك نقطة أخي نعيم ربيع، وتقبلها مني كنقد، تعلم أنني أحب النقد البناء. ماشي مشكل. إنك تخطئ في إعطائك القيمة لهؤلاء الرقاة، وكامل الاحترام صراحة للرقاة الذين يحبون الرقي، وهذا صراحة يشرفني أن أجالسهم، أن نستفيد من هذا المجال أيضا، لأن ما زلنا نبحث. لكنك تخطئ، وأخطاء فادحة، هو أنك أولا أعطيتهم أكثر من قيمتهم، وأنك تعلم علم اليقين أن باسمك وهم الآن على ما هم عليه، لا من شهرة، لا من مال، نتحدث عن المال، لا من علوم. وأنا شخصيا جالست أحد الرقاة في أحد المدن المغربية، وقد ذكر لي سالفا أو سابقا أنه يتعلم من مقاطعك، لكن سبحان الله في
اللقاء الثاني قال بأنك شخص يعني نصاب. فهؤلاء الناس يجب أن تتعامل معهم بقوة. وسأقول لك كلمة مضحكة: أنت فضيلة الشيخ، لديك قلب طيب، لكن مع تلك الشرذمة يجب أن تكون حاخاما. أعوذ بالله. صدقني، أعوذ بالله. نعم، لكن ضربت ذلك الحاخام بالشر الذي يجب أن يعامل. لماذا قلت هذا الوصف يعني؟ لأنك لو درست قليلا من علم النفس لعلمت الشر الذي يكنونه لك. ليس كلهم. ربما رؤيتي ليست هي رؤيتك، لكن من يمدحك ويقول نعيم ربيع جيد، هدفه الأول ربط اسمك مع اسمه. بعضهم يريد أن يدافع عنك حبا فيك، وصراحة هنالك الكثير من المقاطع، لكن أغلبهم إذا قلنا 80% يريدون إرفاق الاسم من أجل الهدف المادي والتجاري. فطيبوبتك أخي نعيم، وسمو أخلاقك، وحبك للرقية الشرعية أولا، وحبك كذلك للمرضى. المرضى الكثير منهم يشكرونك ويحبونك، يتمنون كذلك لقاءك، جعلت منك إنسانا يرى الجميل، يرى كما يقولون بالفرنسية لا في اون روز. وهذا شيء خاطئ أخي نعيم ربيع، شيء خاطئ، لأن مثل هؤلاء الناس يجب أن يضربوا بيد من حديد. اعتداء كما تعلم من ما يسمى بالتشهير السيء عبر الانترنت، هنالك قانون يعاقب عليه. أنت لم ترفع قضية واحدة على أي شخص قام بالتشهير السيء، مع أن لديك قانون ولديك جميع السلطات التي ممكن أن تساعدك، لم تقم بذلك. هنالك كذلك استعمال لاسمك عبر الانترنت، وهذا ممنوع، ما يسمى بكوبي رايت. تتغاضى عن ذلك مع أن اسمك عبر الانترنت يساوي مئات الآلاف من الدولارات. اسم نعيم ربيع الآن في التقييم عبر ما يسمى بالادوورد يمكن أن يوازي أكثر من $1,000,000. ربما أنت لا تعلم هذه المعلومات، اسمك فقط. فالتشهير السيء فيه مال، والتشهير الجيد فيه مال. أنت ترى بحسن ما يسمى في لغة علم النفس بالانعكاس الداخلي، the self reflection. إذا كنت طيب كلماتك ستعكس طيبوبتك. أنت منذ بداية الفيديو تتحدث فقط عن حب الرقية الشرعية ويجب أن تصل، لكن أنت تخاطب أشخاص هدفها المال، هدفها السيارات الفاخرة، وليس ببعيد النساء، لأن بعضهم يتحدث عن تلفيق ما يسمى بالجن العاشق لجميع النساء، وذلك من أجل كما تعلم بأن أغلب تمركز الجن العاشق يكون في الأرحام، لكي يساعدهم على الضغط على تلك المنطقة الحساسة للنساء. هذا شيء واقع نراه جليا، ليس بالكذب. بالله عليك، كيف يعني تتحدث لي عن سمو في مجال عظيم جدا مع أشخاص أولا لا دراسة لهم، كذلك أخطاء في اللغة العربية، كذلك أخطاء حتى في طريقة صياغتهم للقناة، وتقول لي يجب أن أساعدهم على الوصول إلى العلم. هؤلاء أشخاص لا يهمهم العلم. فسأقول لك شيء مضحك: لو تغير التجارة من الراقي المغربي إلى تاجر مخدرات، هنالك من سيقوم بنفس العمل وسينتقدك على أنك تبيع المخدرات بالشكل السيء. فهو لا يهمه نعيم ربيع وعلوم الرقية والجن أبدا. كما قلت في النقطة التي أريد أن أشارك معك أو أناقشك إذا سمحت بذلك، أن بعض الرقاة اتجهوا إلى العلاج بالطاقة، لا يعلمون الخطورة في هذا الأمر. فهذا على ماذا يدل؟ يدل على أن هؤلاء الرقاة لو كانت الدولة تسمح بأن يصبحوا أطباء لأصبحوا أطباء. لو وجدوا المال مثلا في الأغاني وكان لديهم صوت جيد سيذهبون إلى ذلك. ولا أخفيك سرا أنني من الأمور المضحكة أن هنالك من كان يقرأ القرآن على اليوتيوب، وعندما لاحظ بأن نسبة الأدسنس أو ما يسمى بالدفع عن طريق جوجل ارتفع في نسبة الأرباح، غير مضمون القناة من المقرئ إلى المغني. فأنت تتحدث عن مستوى دنيء، تتحدث عن يعني مجال صعب جدا أن يصعد في ظل كل هذه المضايقات، في ظل كل هذه الأمور السوداء. وأنا لست لا أقول هذا الكلام لأنني ربما قد تقول أني متشائم أبدا، لكن هذا الواقع. لكن أنت أخي نعيم ربيع أخطأت في حسن ظنك ومساعدتك لهم، بل حتى مجالستهم. هنالك مقاطع لك وأنت يعني تدعو إلى الصلح بين الرقاة، لكن هم في لغة وجوههم، في سماهم، تدل على أن هنالك حقد حتى في مجالستك. طريقة الكلام، بعضهم يقول أنا لن أجالس نعيم ربيع حتى يأتي ويعتذر. على ماذا سيعتذر نعيم ربيع؟ على ماذا سيعتذر؟ أنت يجب أن تعتذر، لأن هنالك
مضايقات تقومون بها للشيخ نعيم ربيع. ولا أقول لك هذا تزكية فيك، فلو أخطأت سأقول لك أخي نعيم لقد أخطأت وأنت تعلمني جيدا. فأنا لا أرى صراحة أن هنالك بيئة خصبة يعني ستساعدك في يعني مساعدة المرضى. فمساعدة المرضى يمكن أن يكون ربما في أوروبا، فهنالك في أوروبا نقاط يعني بحكم الاحتكاك مع يعني القانون ومع أناس مثقفة، مع كذلك أشخاص تحب الخير، يمكن لبيئة الرقية الشرعية يعني أن تنتصر، خصوصا وأن هنالك من العجم أو من الأشخاص النصارى الذين كانوا نصارى أصبحوا مسلمين ولا زالوا يحتفظون بتلك الفطرة السليمة التي سوف يساعدونك. أما هنا في المغرب فوجهة نظري يمكن أن تتقبلها ويمكن أن لا تتقبلها، لا أظن أنك ستجد بيئة جيدة، خصوصا في ظل كل تلك المضايقات واستغلال الاسم التجاري. وكما سبق وأشرت أن هذه الحرب كلها اقتصادية تجارية، ولا يهمهم لا رقية شرعية ولا هم يحزنون. في نظرك يعني ما هي الخلاصة؟ الخلاصة هي أولا أن تفكر ماليا بأن لا تعطيهم القيمة أكثر مما يستحقون. كيف يعني؟ لا تتحدث عليهم في القناة أولا، هنالك متابعين سيؤيدونني في هذا الفيديو. أن لا تساعدهم سواء في التشهير الجيد أو التشهير السيء، وصراحة لم أرى منك أي تشهير سيء بالمناسبة، لكن التشهير الجيد. فأنت أخي نعيم لا تعلم ذلك الراقي الذي سوف يجالسك ويبتسم لك هل هو فعلا راقي أم نصاب. ففيديو تزكي فيه راقي معين سيقول للمرضى أنا زكاني الشيخ نعيم ربيع، وهو ليس ذو كفاءة. لن أقول نصب، ليس ذو كفاءة. فالناس سوف تتجه إلى طرق أخرى. فاسمك يعني أقول عظيم في الإنترنت، ويمكنك يعني القيام ببحث مع أهل الاختصاص عن قيمة اسمك في الإنترنت. فحسب ما رأيته في اليوتيوب أن نسبة المقاطع يعني بلغت أكثر من 125 مليون مشاهدة، مما يعني على أن على الأقل لديك نسبة 10,000 مشاهدة في اليوم الواحد، أقل شيء. هذا في قناتك غير القنوات الأخرى. فهذا يدل على أن هنالك نوع من النجومية يجب أن تعطى لها القيمة اللازمة. أي شخص يريد أن يشكر نعيم ربيع أو يسيء إليه يجب أن يكون يعني شخصا يستحق ذلك. إذا لم يكن يستحق ذلك فلا تزكيه. وأنا أنصحك كذلك أن تكون شخصا قاسيا قليلا، وأنا أعلم أن ليس من خصالك، لكن في حالة أنك شاهدت الأشخاص وهؤلاء الرقاة بالضبط التي تحاربك وتساعد على التشهير السيء أن تقاضيهم قانونيا، وأعلم أن لك السلطة في ذلك. أنت تتمنى أن يكون هنالك مجال يعني يصل إلى العالمية، بل كما أشرت في بداية الفيديو أن يساعد حتى في نشر الدعوة الإسلامية. لا يمكن أن يكون هنالك شخص يبحث عن المال وفي نفس الوقت قلبه يعني بالوقت أبدا، أو العكس، قلب مع المال. هذا الشيء يعني كما يقول بالدارجة المغربية الماء والزيت أبدا. فربما لم تعلم شرهم، وربما لم تستطع أن تعلم ما يكنونه إليك، فالله أعلم يعني. وسأقول هذا الكلام ربما قاسي قليلا، فلو وجدوا أنك تموت فكان الشيء هذا صراحة سيحتفلون به بكؤوس من خمر. من خمر لا. نعم. من خمر لا. لا من خمر. نعم. شوف، احنا الآن درسنا أمور كثيرة، الله المستعان، الله غالب على أمره. فالله يشهد نحن بغينا لهم الخير، ولكن لو كنا نفكر بهذا المنطق، احنا كما قلت واحد الكلمة الآن هي مهمة جدا. لو كنت أفكر في ما يفكرون أو يفكر في كثير منهم من أمور الدنيا كلها متاحة لي، وأنت أدرى مني بهذا الأمر. نعم. يعني كأن اسم علامة تجارية إذا كنا نقول بهذا المنطق، ولكن ما كنستغلش هذه الأمور. مفهوم؟ يعني نهائيا ما كايناش في البال ديالي. لو كانت أنا كان رسالة كنوجهها للإخوة، لو كنت باغي مثلا الآن المال، الناس تتقاطر من كل جهة، ممكن نعمل لهم غير نص ساعة وراضي، صح ولا لا؟ صحيح. ونعطيهم الأدوية وراضين، وغنعطيهم برامج بإذن التي أراه نافعة لهم ويمشيوا راضين. أثقل المراكز في كل المغرب بفضل الله، ولنا السمعة الطيبة في البلد في كل منطقة نفتح. نجي عندك الراقي اللي هو كيسب وكيشتم ونحط ليه حدا دارو مركز، لا يعجزني، صح؟ بالمال، بالأمور الإدارية، بكل شيء، صح ولا لا؟ صحيح. ونحط ليه راقي من وسط حي تم بإذن الله.
هل هذا صعب؟ ونحط أدوية بإذن الله، وش هذا صعب، ولكن الصعب هو هل تشرف عليها بحق؟ هل تتابع المرضى بحق؟ هل تحرص على أن هذه المراكز تسير على الشرع بحق؟ صح أم لا؟ ولهذا كيف ما قلت لك، هل يستطيع معالج أن ينفق فوق 90,000 دولار أكثر؟ احنا كنقولوا ب 90 مليون، ربما وصل فوق